دنيا باطمة شدوها بالحبس. واش دنيا باطمة هي اللي ظالمة ولاش مظلومة؟ السعيدة شرف هي السبب الرئيسي باش دخلت الحبس، ولا واش دنيا باطمة هي مولات الحساب حمزة مومبيبي؟ بطبيعة الحال انا هاد الاسئله ما غاديش نجاوب عليهم. علاش؟ حيت حنا بعادين بزاف وما كنجاوبوش على شي حاجه اللي ما كتخصناش، ولكن غادي نجاوبوا على السبب الوحيد والسبب الرئيسي اللي خلى دنيا باطمة تدخل للحبس. اول حاجه حنا غادي نناقشوا هذا الموضوع غير على ود ان ناخذوا عبره من القصه. حنا مقتنعين ان الناس كامله كتقد تغلط واللي غلط قادر يتعاقب، ولكن اون بو جامي جوجي الناس من خلال اشنو كيدار ولا من خلال السوشيال ميديا ولا شي حاجه بحال هكا. حنا بغينا غير ناخذوا عبره من القصه ديالها بوين. هادشي اللي كاين. كما قلت لكم الجواب ديال السؤال الحقيقي ديال القصه ديال دنيا باطمة هو اللي غادي نناقشوا في هذا الفيديو هذا. ضبط المشاعر. انا عاود نقولها، ضبط المشاعر. ضبط المشاعر، وباش نقول ضبط المشاعر ما تنقصدش المشاعر ديال الحب، حيت باش نقول بحال هكا اول اذا جي عند الانسان هو المشاعر ديال الحب. لا، كاين بزاف ديال المشاعر كيحس بهم الانسان. مشاعر ديال الحب، الحزن، الفرح، القلق، الوحدانيه. اي انسان ما قدرش انه يضبط ويتحكم في المشاعر ديالو غادي يلقى عنده مشاكل كبار، حيت لي زيتاب تيكونوا ان كتحس بالمشاعر ما كتضبطهمش، كتخرجهم سواء بالكلام ولا مثلا بالضرب، بالضحك المفرط ولا شي حاجه بحال هكا. داكشي علاش الا كاع ما ضبطتي المشاعر ديالك يطرى لك مشاكل كبار بحال لوكا ديال دنيا باطمة اللي بغينا ناخذو حنا في الفيديو ديالنا اليوم. ننطلقوا ناخذوا لوكا ديال دنيا باطمة وننطلقوا به ونوصلوا لليدي. دنيا باطمة انا الصراحه ماشي من داك النوع لانه نتبعها وكيشوف. انا عارف عليها انها مغنيه مغربيه مشهوره في العالم العربي، ولكن مؤخرا باش شفت هذا الشيء اللي طار ليا وخرجت في واحد اللايف انستغرام وبقات كتبكي، انا جاتني واحد الكوريوزيتي وبغيت ندير واحد المقارنه بينها وبين سعد المجرد. دخلت الفيديو ديال لاشين يوتيوب ديال سعد المجرد باش نشوف خونا فين واصل، لي زابوني، شحال اغنيه عنده. لقيت باللي عنده بزاف ديال الاغاني وبزاف ديال الفيزواليزاسيون وبزاف د اللعيبات. كنت دنيا باطمة انا باش شفت شحال من الاغنيه عندها ما عرفتيش فريمون جاتني صدمه. ما فهمتش كيفاش ان انسانه بحال هكا مشهوره. الو بقيت كنتسائل شنو هي الحاجه اللي خلات دنيا باطمة تشهر، على العلم ان الاغاني ديالها قلال. الاغاني ديالها هي ماشي الاغاني اللي كتطلع تغني، الاغاني ديالها اوريجينال اللي صايباتهم هي. وانا نشوف باللي عندها اغاني قلال ديال بصح ولكن مشهوره بزاف. علاش مشهوره خاصه في المغرب؟ حيت هي معروفه من داك النوع اللي كما تنقولوا في المغرب جوابها على لسانها. على ود ان دنيا باطمة من النوع لانها اي واحد ضرب فيها خايب ولا اي واحد قال فيها شي حاجه كتنوض ليه. ديما خصها تكون هي بحال اللي قلتي الكوين، الاميره ديال الفن، واي واحد كيقول فيها شي حاجه كتنوض كترد عليه ديريكت وكتوري الوجه ديالها الاخر الحقيقي، ماشي داك الوجه ديالي فين كتكون انسانه رزينه وجالسه. داكشي علاش دنيا عندها هذا المشكل ديال ضبط المشاعر. باش كتكون كتقلق عندك القلق المفرط والغضب المفرط وكتبقى راه كاملين كندوزو من هاد المراحل هادو. خاصها ضروري انها داك الشخص اللي قال فيها شي حاجه ماشي هذيك تجاوبو وما تيهمهاش لي سيركونستانس. راه الناس كامل كيشوفوها، المغرب كامل تيشوف فيها وهي راه انسانه معروفه مشهوره. وداك الشيء علاش تطورات القصه ديالها وداز من هاد المشاكل ديال سعيده شرف بلا ما نهضروا في لي ديتاي. كما كنعرفوا سمعت في السوشيال ميديا انها شي عراضه معراضه حساب مون بيبي بدات كتهضر في الناس الخايب، الناس اللي كيمشيو في الدول العربيه، شي صحفيه شي حاجه بحال هكا تكثروا عليها الدعاوي وطرا لي هذا المشكل هذا. هي في الحقيقه في الحياه ديالنا كاملين كنقدروا اننا نصادفوا اربعه الانواع ديال الناس. كاين داك النوع ديال ان الا ربحت انا تربحت انت. النوع الثاني هو الا ما ربحت انا ما تربحش انت. والنوع الثالث هو انا بوحدي اللي خاصني نربح وانت ما تربحش. والنوع الرابع اللي قليل بزاف هو ان انت تربح وانا ما نربحش، ماشي مشكل. دنيا باطمة من النوع لان انا بوحدي نربح وحتى واحد ما يربح. نقدروا نقولوا ان فيها شويه ديال داك النوع ديال نربح انا ولا حتى شي واحد ما يربح. وهاد المونطاليتي هذه اللي تيخلي الانسان تكون عنده هاد العقليه هذه، البيئه فين تكبر والتجارب اللي داز منهم في حياته. انا صراحه ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع هذا باش تحكم على هذه السيده هذه كيفاش كبرات وكيفاش لونتوراج ديالها كيفاش داير، ولا
التجارب ديالها في حياتها. هادشي ما تيهمناش حيت حنا ما بغيناش نشخصنوا الموضوع ديالنا، ولكن حنا بغينا نناقشوه بواحد الطريقه اللي هي زوينه. اشنو غادي يطرى عليها من غير لو فيت ان دابا تشد في الحبس وما عرفنيش يمكن نحكموا عليها بعام ولا ما عرفتش شحال، ما عرفتش انا صراحه لي ديتاي، ولكن كنت كنشوف ان راه حتى التصويره ديالها مع لاكس ديالها راجل اللي طلقات هي وياه دابا ورجع هو في حاله، حتى هو انا ما غاديش نجوجيه، ما غاديش نقول انه راه كان تيخونها ولا انه كان تيدير شي مشاكل ما مزيان كيستغلها ولا اصلا كان معاه غير باش تشهر ولا باش يتشهر حتى هو. ولكن بما انها لا غولاسيون ديالها مع داك السيد سالاتها بواحد الطريقه خايبه، ما خلاتش لما من يدوز، راه حتى مؤخرا باش طلعات ودارت لايف في الانستغرام، راه حتى هو طلع ودار لايف وعلى حساب انا حيت نشوف ماشي كنشوف لي لايف ولكن كنشوف غير ديك لي زونغيسترمون في يوتيوب. قال باللي ان راه دخل للحبس، وباش تدخل للحبس غادي يمشي للانتربول انترناشونال بوليس وغادي يرجع لحضانه ولادو، عطاو الحضانه لدنيا باطمه حيت هي الام، وبما انها دخل الحبس راه تنظن لوجيكمون العداله غادي تعطي الحضانه للاب، وهنا غادي يطرى لختنا مشكل كثار. يعني كما تنقولوا ما قدو فيل زادو فيل، من غير المشكل ديال ان راه تدخل الحبس غادي يولي عندها مشكل واحد اخر ديال ان ولادها غادي يمشيو عند الاب. باش تعرفوا ان الانسان باش ما كيضبطش المشاعر ديالو يقدر البروبليم يديفلوبا و سي اون كيسيون دو طون حتى غادي يخليك انت في الاخر يرجع لك المشكل، يقدر يولي لك المشكل نفسي، يقدر يولي لك المشكل مدمر لك حياتك تماما. وهذا الشيء طبيعه الحال حنا ما كنتمناوش للدنيا باطمه. علاش؟ حيت كما قلت لكم حنا انا بيرسونيلمون مآمن باللي ان راه حنا كاملين تنغلطوا، حنا كاملين عندنا دي سيكري وما يمكن ليناش اننا نحكموا على اي انسان من خلال الاغلاط اللي كيدير، ولكن الى الانسان دار اغلاط خاصو يستافد منهم وما يعاودش يديرهم مره اخرى. كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو انا غادي نجاوب على اهم سؤال اللي بان لي في هاد ليستوار ديال دنيا باطمه، اللي هو شنو هو السبب الحقيقي والوحيد اللي خلى دنيا باطمه تدخل الحبس. والجواب ديالو ديريكتومون هو ان دنيا باطمه من النوع اللي انها ما كتضبطش المشاعر ديالها. ضبط المشاعر حاجه جد مهمه في الحياه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون عجبكم ويكون مفيد. ما بقى لينا والو باش نوصلوا ل1000 ابوني، غادي نفرح بزاف الا ولاو عندي 1000 ابوني. صراحه كنتمنى انكم تعجبكم لاشين ديالي. دخلوا شوفوا الفيديوهات الاخرين، راه كندير فيديوهات اللي فيهم على الاقل شي حاجه ديال الاستفاده، وتنحاول ما امكن نناقش اي ميساج ولا اي كومونتير تكومونطا لي في الفيديو. كنشكركم على المشاهده، وصلتوا حتى هذه الدقيقه هذه، وغادي نقول لكم السلام عليكم، باي باي.